أهلا بيكم في ترافل كودز بودكاست، أول بودكاست في عالمنا العربي بيتكلم عن السفر. أنا مروة علي وحكون معاكم في كل بودكاست. البودكاست بتاعنا بيجاوب على كل أسئلتك عن السفر، بيعيشك في سفرية وانت قاعد مكانك، بيساعدك تاخد قرار هتروح فين وبالطريقة المناسبة ليك. خليك معانا هتلاقي كل اللي بتدور عليه. This is the final call for all remaining passengers receiving immediately boarding in 148. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ترافل كودز بودكاست. النهاردة سنعيد الكرة كمان مرة، معايا ضيفة عزيزة عليا جدا. عملنا مع بعض قبل كده بودكاست كسر الدنيا. احنا نستغل النجاح ونخش في البودكاست نمرة 2 من سلسلة مروة وشيرين. معايا النهاردة كاتبة أدب الرحلات وصاحبتي على فكرة، بفخر بيها في كل مكان، شيرين عادل. مش يا شيرين انك معايا النهارده تاني؟ هلو يا مروه، هلو كلكم. وحشتوني كتير ومبسوطه جدا ان انا رجعت تاني في البودكاست بتاع ترافل كودز، واتمنى المره دي كمان افكوا شويه بشويه حاجات كده، افكار غريبه فعلا. المره اللي فاتت اتكلمنا على الكاوتش سيرفينج وكلمنا عنه باستفاضه وتجارب وحواديت وذكريات. بجد كانت حلقه يعني ناس كتير قوي علقت لي عليها. المره دي برضو في كاوتش سيرفينج وراكم معانا برضو، بس المره دي بقى الحلقه يعني اكستريم اكتر بقى. النهارده هنتكلم عن الكتاب الجميل اللي نزل ومكسر الدنيا، رحله الشاه كابور. هو اسمه اصلا لازم نفهم معناه مبدئيا باختصار كده. قولي لي اول حاجه الكتاب بيتكلم عن ايه عشان الناس تبقى عارفه هي داخله على ايه. الكتاب بيحكي قصه رحلتي في جنوب الهند على موتوسيكل، بلد اسمها بنجلور في جنوب الهند، واجرت موتوسيكل من هناك واخدته بقى ومشينا بقى بلاد تشيل بلاد تحط كده 1600 كيلو تقريبا. كنت لوحدي خالص. يلا بينا. طب الاول فهميني ايه رحله الشاه كابور؟ مين كابور؟ الشاه كابور ده الموتوسيكل نفسه. اوكي. ما انا بسمي اشيائي، بحب اسمي اشيائي. فانا حبيت اسميه حاجه كده ايه ليها علاقه بالهند، فكابور من الاسماء المشهوره قوي في الهند، وشاه عشان هو الموتوسيكل من ماركه اسمها رويال انفيلد، فقلت حاجه رويال بقى، شاه يعني ملك فعلا. هو عم حسام بقى، هو طلع الموتوسيكل نفسه هو الشاه كابور. دي مفاجاه كبيره. بس فكانت رحله لطيفه قوي، وانا شخصيا استمتعت بيها جدا لان انا عملت فيها كل حاجه انا كنت بتمنى ان انا اعملها في سفريه، يعني جمعت لي كل حاجه في سفريه واحده. عملت كاوتش سيرفينج وسافرت لوحدي وسافرت بموتوسيكل. الله. كانت كده كومبو كده لذيذ. انا اصلا لسه ما قريتش الكتاب لان الكتاب لسه نازل، وانا كنت مسافره لما نزل، فمستنيه جدا جدا ان اقراه. واسمها مكتوب. مع ان اسمها مكتوب. اسمي مكتوب جوه الكتاب يا جماعه، وده في حد ذاته محمسني اقراه. كتاب غالي لازم كلكم تشتروه. لا احنا لازم نحكي قصه اسمك اللي مكتوب ده تحديدا، عشان مروه ليها الفضل عليا، فضل كبير عليا الحقيقه. ما تقوليش فضل عليا، ما تقفوريش. لا والله ليها فضل كبير عليا، ان هي الناس كتير ما تعرفش، بس مروه اول واحده خلتني افكر اصلا في موضوع ان انا اشتري سكوتر وابتدي بقى رحله حياتي مع الموتوسيكلات دي. حياه الموتوسيكلات. بس طبعا وهي يعني الاول واحده علمتني كمان، وتبرعت مشكوره بالسكوتر بتاعها، ضحت بيه واديتوني. انا ما اعرفش اسوق، عمري ما سوقت عجلتين في حياتي، ضحت بيه بقى، قالت لي بصي انت هتولعيه من هنا. ادي الزر. ده الزر اللي بيولعه، وتزودي بنزين من هنا، وفرامل يمين وفرامل شمال، وسيري يا نورماندي. وسرت بقى. والله شيرين يعني كانت من المواطنين النبلاء اللي هم يا دوب جربوا نزلوا اشتروا في نفس ذات اليوم، ودي كانت حدث يعني قومي. في ناس كتير على فكره ركبوا السكوتر بتاعي وعلمتهم عليه، ناس كتير جدا اعرفهم وما اعرفهمش، بس ما فيش حد اشترى سكوتر في نفس اليوم زي شيرين، وما حدش راح الهند. ما فيش حد عمره بيشتري سكوتر في نفس اليوم اللي اتعلم فيه يعني. لا ما فيش، وما فيش حد راح الهند بالموتوسيكل برضه. شيرين الوحيده. طب احكي لنا كده، جت الفكره الكريزي دي منين؟ مش معنى الهند اصلا. الهند انا من البلاد اللي انا بحبها، يعني الكالتشر بتاعتها زي ما بيقولوا اكزوتيك او غريبه. مش شبهنا في، يعني شبهنا في حاجات، بس في المطلق يعني هي مش شبه اي بلد تانية رحتها يعني. بلس ان الرحله بتاعت الموتوسيكل دي مشهوره قوي هناك، يعني هم عندهم اصلا الرويال انفيلد ده موتوسيكل هندي، يعني بيتصنع في الهند، وهو شهرته في الهند زي تكاد تكون مشابهه لفكره الهارلي في امريكا، اللي هو في ثقافه اسمها ثقافه الرويال انفيلد. ثقافه كامله، عنده جانجز بقى وكده. بالظبط. فهم مشهورين، حتى بيعملوا الرحلات دي للاجانب هناك، بياخدوهم بموتوسيكلات الرويال انفيلد وبيطلعوا جبال الهيمالايا، وعندهم روتس معينه في الهند بيمشوا عليها. منها الروت الجنوبي ده انا يعني
اخترت الروت الجنوبي بسبب التوقيت، يعني توقيت السفر نفسه كان الهيمالايز وقتها كان متغطيه بالثلج فكانوا قافلين الطرق. بس اللي اوحالي بالرحله اصلا كان عمرو بدوي، كان بيسافر الهند في الفتره دي كتير، ورجع مره جايب لي مج بتاع رويال انفيلد مرسوم عليه شكل موتوسيكل ومكتوب عليه رويال انفيلد مش عارفه سنس كام، عشان عارف ان انا بحب موتوسيكلات وبتاع، فجاب لي مج وكان هو اللي فكر قال لي ما نعمل الرحله دي، يعني نخلي الناس تطلع الرحله دي هناك. ايوه. فقلت له ماشي، طب عايزين نعمل ايه؟ فقال لي خلاص نطلع نستكشف الروت، يعني انا اطلع استكشف الروت واشوف ايه الاماكن المناسبه، الاسعار، الدنيا وبتاع. للاسف الموضوع ما كملش لان دخلت علينا الكورونا بظهرها. يعني على صباعنا يعني الرحله دي اتعملت في ديسمبر 2019 بالظبط. الكورونا كانت يعني الكورونا كانت ابتدت في الشهر ده بس. أيوة. في الصين، يعني انا كنت في الهند والكورونا في الصين. فقضت على طموحاتنا. فقضت على طموحاتنا كلها الحمد لله. فكانت رحله يعني مميزه جدا الصراحه، واتمنى ان انا اكررها تاني في الهيمالايز. في كذا رحله بموتوسيكلات نفسي اعملها في حياتي في مطلق، يعني على الباكت ليست زي ما بيقولوا. منها ان انا اعمل رحله الهيمالايا في الهند، ومنها في بلد جنبهم كده اسمها فيتنام، بيعملوا فيها برضو بياخدوا موتوسيكلات من الشمال للجنوب. بشوف سكوترز دايما وسكوترز. عامه منطقه جنوب شرق اسيا السكوترز والموتوسيكلات هناك مسيطرة. ثقافه سايده. وسهل قوي ان الواحد يروح يأجر موتوسيكل او سكوتر ويتحرك بيه. يعني عايزه اقول لك ان الموضوع في سهوله ان انا الراجل ما شافش اصلا رخصه سوقتي. لا هم بيعتبروها عادي، ما يعرفش اساسا ان انا بسوق ايه. ايوه. وما فيش بقى لا بتدفعي تامين ولا انت بتروحي تتفقوا مثلا انت هتأجره let's say $20 في اليوم، خلاص انت بتدفع له ثمن الايام بتاعتك، وبتاخد بيديك ورق ريجستريشن انت اصلا مش هتعرف تقراه لانه يعني الورق كان بالهندي اساسا. فاللي هو انت يعني واخد انه تمام. وانا يعني طول الرحله مثلا ما حدش وقفني، ما اصلا فيري كومن ان الناس تبقى راكبه الموتوسيكل فما حدش هيوقفك يعني. ده حتى كان في كمين اكشلي في شارع وكانوا بيوقفوا الناس اللي بالموتوسيكلات، ولما كشفت يعني رفعت الهلمت وشاف ان انا بنت واجنبيه قال لي عدي. ما دقش عليكي يعني. اوكي. بس تجربه لذيذه فعلا. يعني دايما الواحد ما بيسافر حتى في اوروبا بتلاقي سكوترز كتير قوي كده، بتبقى فاتحه النفس كده ان الناس كلها راكبه، والطرق كمان يعني مؤهله. السفر بالموتوسيكل بيفتح لك حاجات انت مش سهل ان انت تعمليها لو انت مثلا مسافره باك باكر، او حتى لو اجرتي عربيه. الموضوع بيبقى فيه سهوله جامده لما بتبقي بالموتوسيكل. تحركاتك بقى انت حريه نفسك تماما. يعني سواء جوه المدن او ما بين المدن، فانت خلاص انت تحت ايدك في وسيله مواصلات، ووسيله مواصلات سهله، وبتسمح لك ان انت تخشي اي اماكن. مش زي العربيه، برضو العربيه ليميتد، مش دايما كل الاماكن تعرفي تدخليها. فالموتوسيكل من وسائل المواصلات يعني الهايله في طبعا. يعني انا فعلا الطرق حتى اللي ببقى مشيت بيها بعربيه ونفس الطريق مشيته بموتوسيكل، يعني احساسك بيه مختلف خالص. ده حقيقي. انت بتبقي جزء من الموضوع، مش يعني مش راكبه. ده حقيقي. انا جوه معاكم يعني، جوه الصوره يعني. انت طايره يعني. ايوه، احساس تاني، احساس مختلف. ده حقيقي. طب والشنط، كلميني عن الشنط، ايه اللي حصل؟ انا كان معايا شنطتين بس، ما كانش معايا حاجات كتير. طبعا معظم الحاجات اللي كان معايا كانت ليها علاقه بالموتوسيكل، مالهاش علاقه بيا انا شخصيا كده برضو يعني. ايه كنت واخده معايا شنطه باك كبيره. ليه باك؟ لانه طبعا ما ينفعش اربط شنطه سفر عاديه البوكس دي على موتوسيكل. فلازم شنطه تبقى مرنه يعني. كان معايا بس شنطه باك وشنطه صغيره باك اصغر شويه، دي اللي بتحرك بيها لو انا خارجه بالموتوسيكل مثلا جوه المدينه بايته في حته يعني. فبسيب الشنطه الكبيره وبربطهم ببانجي روبس وكارجوناتس والحاجات دي. بربطهم ورايا على الكرسي اللي ورايا وربنا يسهل. يلا بينا يعني. حصلت معايا مره انسيدنت انه الشنطه كانت هتقع وانا ماشيه على الطريق. ومن الحاجات بقى الجميله يعني بالمناسبه ان الثقافه بتاعت الموتوسيكلات دي انت دايما بتلاقي حد يقف يساعدك، خصوصا لو مثلا يعني هناك الرويال انفيلد عشان ناس كتير قوي بتركبه. وانا مسافره من مدينه لمدينه، وكنت صاحيه الصبح بقى عارفه ايه، خلاص اولا كان مثلا ده 7 أو 8 يوم في الرحله، فالموضوع بيبقى ايه روتين. ايوه. فربطت البتاع مش عارفه ايه، فيبدو ان انا ايه استسهلت شويه، ما ربطتهاش جامد وبتاع. المهم وانا ماشيه البتاع كانت هتقع، فوقفت اربطها، بصيت لقيت واحد على رويال انفيلد راجع لي، يعني هو انا شايفاه وهو معدي من جنبي،
بعدين هو خد باله تقريبا في المرايه ان انا وقفت وان في مشكله، فراح راجع لي قال لي ايه المشكله وبتاع، وقف ربط معايا البايك الله. وتعرفت عليه وطلع ان هو ممبر يعني في موتورسايكل كلوب. اوكي. بتاع- اخلاق الرايدرز، اخلاق جميله والله. بايكرز كود موجوده في كل حته في العالم. ده حقيقي فعلا. بس فمنين ما بتكون يعني الناس بتساعد. برضو وقعت بالبايك في حته، لقيت ناس كتير جت تساعدني ان انا اعدل البايك وبتاع، وفي كل مكان تقريبا كنت بروحه لما كنت اقف في حته اشتري حاجه مش عارفه ايه والناس تلاحظ ان انا معايا موتوسيكل، كانوا بيبقوا مبسوطين قوي ويقعدوا يسالوني على الرحله بتاعتي وانت جايه منين، ومش قادره اقول لك على مدى السعاده اللي كانوا بيبقوا فيها لما يعرفوا ان انا جايه من مصر. مش عشان مصر تحديدا يعني، في ناس صراحه ما كانوش عارفين اصلا مصر فين على الخريطه، بس هم بيبقوا مبسوطين قوي انه في حد جاي لهم من بلده أيوة. مخصوص عشان يتفرج على بلدهم. الله. يعني مسافر مخصوص وسايب اهله وناسه وجاي عشان يقعد معانا احنا، فبيقدروا هم الحته دي قوي يعني. ايوه يعني احساس حلو برضو، الناس جايه من بلده عشان تركب موتوسيكل عندنا، واو يعني. طب احكي لي ايه وقعتي دي؟ انا الجمله لا دي كانت وقعه بسيطه كده، كنت راكنه على جنب بقى عشان اتشيك الخريطه الجي بي اس يعني، عشان كنت رايحه مكان وقفت على جنب في حته رمله والشفه بتاعت الاسفلت عاليه شويه. اوكي. فلما جيت اطلع ما قدرتش الزاويه صح، انا طلعت بالجنب شويه فراح الموتوسيكل اتعوج واتقلب بيا بس. فلقيت بقى ناس بتجري، ممكن المشكله ان هو كان على منزل فانا مش عارفه اشيله لوحدي. يا نهار ابيض. فلا انا يعني تعرضت للموضوع الوقوع 3 مرات خلال الرحله دي. يا نهار ابيض، ده كتير قوي. المره اللي انا حكيت عليها دلوقتي، ومره تانية كنت بحاول الف على منزل. يعني انا بحاول ارجع بظهري يعني اخد يوتيرن على المنزل. اوكي. فبرضو الزاويه كانت ضيقه جدا. الفيزياء ما مشيتش. الفيزياء ما مشيتش خالص. المره الثالثه كانت برضو بسبب الفيزياء، وهو يعني ده اندل يعني، فيدل على انه الطرق هناك ما كانتش ستريت خالص يعني. انا طلعت جبال ونزلت وديان فمره كنت على جبل ماشيه في طريقي عادي، بس كان في زاويه حاده جدا يعني على قمه الطريق. اوكي. بعد كده الطريق بينزل الله، وفي نفس الوقت هو منحنى. الله. يعني كومبو كده جميل. عايزه اعيط. المشكله بقى ان هو الطريق اصلا اتجاهين، فانت في جاي في وشك عربيات. ليه قلتي كده؟ كانت ناقصه عارفه نظام شيري اون ذا توب. والموتوسيكل بقى اتقلب بيا يا مؤمنه. يا لهوي. وانا هو اتقلب يعني، انا لحقته قبل ما يقع خالص، فسندت برجلي وعايزه بقى اعدله، بس انا مش عارفه اعدله لان ده يعني ضد كل قوانين الفيزياء. هو اصلا يعني مطلع وبعدين اللي جاي في وشي انا مش عارفه بقى، انا لو حد جه في وشي هيلاقيني فجاه في حد واقف. طبعا مش شايفيني بس تقدروا تدركوا انا عامله ازاي. بس فدي تقريبا كانت اسوأ. لا ثانيه واحده، حصل ايه؟ لا الحمد لله، لا السسبنس انتهى ان انا فضلت ثابته في مكاني على مبدئي لمده حوالي مثلا مش عارفه، هم عدوا عليا كانهم نص ساعه، بس هم فعليا كانوا يمكن 3 دقايق. طب بعدين فضلت ماسكه فيه، مش عايزاه يقع باي طريقه، لان هو لو وقع فانا مش عارفه اشيله يعني. هو وقع هيقع على منزل وممكن يتدحرج بيا اصلا. ايوه. طب بعدين حد جه؟ لا ما حدش جه. انا يعني استجمعت قوتك. استجمعت قوتي وفضلت بقى اللي هو ايه يا رب مش هينفع مش هينفع خالص في الموقف ده. بليز النهارده لا. طب انا اسفه ان انا بعمل الحاجات المجنونه دي وبعرض نفسي للمواقف دي. لا ثانيه افورت، بس طلعني منها المره دي ومش هرجع تاني. مرعبه قوي. كانت اسوأ حاجه تقريبا حصلت لي الموقف ده، اللي هو فعلا انا كنت حاسه يعني انا لولا ستر ربنا ان انا اولا ما وقعتش واتدحرجت بالموتوسيكل، وثانيا ان انا ما فيش حاجه كانت جايه في وشي ما شافتنيش، لان هو اي حد جاي في وشي كان هيبقى جاي من زاويه عاميه مش شايفك. يا نهار ابيض. طب انا اسال حاجه، هو انت طلعتي لوحدك علشان يعني كنت قصدي تطلعي لوحدك، ولا عشان ما فيش حد يطلعك على هذا الجنان؟ مش قصدي يا جماعه بان كده. سوري، السؤال شكله طلع حقيقي زياده. سؤال حلو. لا هو انا حتى لو كان متوفر ان انا اطلع مع حد كنت هختار ان انا اطلع لوحدي. اوكي. يعني انت ما حاولتيش اصلا تدوري على حد؟ انا كان بالنسبه لي دي الرحله فعلا الالتيميت، خلاص ابقى فعلا حققت كل حاجه، ان انا طلعت سولو رايد في بلد تانية. قولي لي بالصراحه احساسك تجاه الموضوع وانتي اصلا بتبتديه، يعني كان في القلق والرعب والخوف؟ الموضوع ما بيحصلش تفكير، ما رحنا بنفكر بقى ايه واحنا هناك اللي هو مثلا 5 6 يوم وانا بقى، او يعني مثلا في موقف اللي هو اللي كنت بحكي لك عليه ده، البايك كان هيقع بيا، بتبتدي بقى تدركي قد ايه الهبل اللي حصل ده، كمية الريسك اللي حصلت كانت رهيبه. بتبتدي تدركي اللي هو انا ازاي عملت كده يعني. ودي كانت اول مره تروحي الهند؟ لا دي كانت تاني مره. ممتاز. بنفس الحتت؟
لا خالص. ودي من الحاجات برضو الجميله في الرحله دي، ان انا اول مره رحت فيها الهند كان قبليها ب 12 سنه. كنت رحت الاماكن السياحيه قوي في الهند، يعني كنت رحت العاصمه نيو دلهي، ورحت اجرا اللي هي فيها تاج محل، ورحت بلد اسمها جايبور من المدن الحلوه يعني السياحيه برضو هناك. مش قادره اقول ان انا ما اتبسطتش، دي كان ليها طعم، بس الجنوب الهند كان فيها حتت فعلا جميله جدا. يعني انا كانت اكتشاف بالنسبه لي ان انا اكتشفت مدن هناك ما حدش يسمع عنها، بس هي فعلا من المدن الجميله جدا، وانا احب اروح اقعد فيها وقت، مش بس عشان سياحه يعني، لا هي مدينه جميله مختلفه فعلا. يس. طب وكلميني عن الناس بقى، الناس في الجنوب يعني أظرف من الناس اللي في المناطق السياحية؟ تقبلهم أصلا لفكرة إن حد غريب جاي وبنت ولوحدها. أجن إحنا طبعا الشعوب العربية دايما بنت ولوحدها ومسافرة وموتوسيكل، يعني كلها حاجات مليانة كويستشن مارك كتير قوي. كلميني عن الهند، هل هي مليانة نفس علامات التعجب لما بنشوفك ولا إيه؟ لا خالص، لأن أصلا الهنود عندهم الستات بتسوق ده عادي. أوكي. بتسوق موتوسيكلات وسكوترز، ده عادي، دي وسائل المواصلات العادية بالنسبة لهم. حتى الناس التراديشنال يعني، حتى يعني على كل فئات المجتمع من أصغر فئة لأكبر فئة، هم كلهم بيسوقوا موتوسيكلات وسكوترات بشكل يومي. فالموضوع مش غريب بالنسبه لهم ابدا، هم غريب بالنسبه لهم ان انا واحده اجنبيه، ست اجنبيه يعني. هو ده بس. لكن مش فكره ان انا بسوق موتوسيكل وبسوق يعني. في منهم كان بالنسبه لهم موتوسيكل برضو اوفر شويه، لانه هم مش متعودين ان ستات تسوق رويال انفيلد، لان الرويال انفيلد من الموتوسيكلات الكبيره يعني 500 سي سي، هم متعودين دايما يشوفوا سكوترات. سكوترات صغيره، لان دي وسائل المواصلات. الرويال انفيلد بالنسبه لهم لاكجري شويه يعني، حاجه بتكروزي كده ترفيهيه يعني. فبالنسبه لهم ست، مع ان هم عندهم برضو يعني عندهم ستات يعني. انا اول ليله ليا هناك بتها عند واحده عرفتها من طريق كاوتش سيرفينج، وبالصدفه البحته طلع هي عندها رويال انفيلد. الله، دي بقى مفاجاه حلوه جدا. كانت انترستد في الرحله بتاعتي، فقررت ان هي تطلع معايا اول طلعه يعني. انا لما رحت استلمت الموتوسيكل، وحتى كان لذيذ قوي ان انا رحت استلمت الموتوسيكل بتاعي وجيت ركنته جنب الموتوسيكل بتاعها، بقى هما الاثنين توينز كده واقفين جنب بعض. وتاني يوم طلعت معايا اول 50-60 كيلو في الرايد بتاعتي. دي بنت لذيذه جدا. وهي هنديه. هي هنديه دكتوره تخدير كمان في مستشفى يعني. مش ده مفاجاه لذيذه، عارفه تحسي كده الحاجات الظريفه اللي بتحصل وانت مش عامله حساب. اخر برضو اقامه ليا في جوه بلد اسمها جوه يعني، كان عند واحد برضو عنده رويال انفيلد، فهم الرويال انفيلد هناك مسيطر يعني. دي حاجه لذيذه جدا. طب وانت ما كانش عندك مشكله في سواقته بما انه حاجه مش موجوده عندنا؟ لا هو عادي موتوسيكل يعني. انا الموتوسيكل اللي كان عندي ساعتها في القاهره يعني كان اكبر منه بكتير. يعني قصدي ما حستيش باي مشكله في السويتشنج لموديل مختلف مش متعوده عليه؟ لا، بس دايما لما حد بيسوق موتوسيكل جديد بياخد فتره على اولا بيتعود عليه، وثانيا بيفهم الليميتيشنز بتاعته. بيفهم قدراته والليميتيشنز بتاعته. فانا اول يومين كده كنت لسه بتعرف عليه، بس انا انبهرت بيه الصراحه. يعني هو فوق توقعاتي في حاجات كتير. هو هندي ما هو الديزاين اصلا انجليزي. هو البايك ده البايك الوحيد اللي بيتصنع بصوره متواصله من سنه 1901. واو، ما وقفش انتاجه يوم واحد خلال الفتره دي كلها. بس اتنقل البرودكشن بتاعه، التصنيع بتاعه كان الاول في انجلترا، وكان اصلا كان بيشارك في الحرب العالميه، كانوا بينزلوه بالباراشوتات على الجبهات. اوكي. شارك في الحرب العالميه بصوره يعني قويه يعني. وبعد كده اتنقلت بقى حق التصنيع بتاعه يعني اتنقل لشركه هنديه، ومن ساعتها، وده من زمان قوي يعني، يمكن من الخمسينات او حاجه، من بعد الحرب العالميه يعني اتنقل للهند. فهم الهنود يعني فخر انتاج الصناعه الهنديه في الموضوع ده. ابننا. طب السؤال التاني بقى، السواقه في جغرافيا مختلفه يعني. في مصر مثلا انا طلعت على فكره مع 20 كذا مره وسوقنا سوا، مفيش بقى قصه الجبال شلاتين. شلاتين مثلا. لا بس رحنا لاخر حدود مصر سوا، اخر حته فيك يا بلد. لا يعني فكره السواقه على منحدرات وعلى جبال واماكن جغرافيتها مختلفه تماما عننا. طبعا. وطبعا انت مش عارفاها كمان يعني، ماشيه بالGPS بقى فاهمه ومحتسه يعني. ما كانتش محتاجه تدريب مثلا؟ والله ده كان تحدي بالنسبه لي، لانه يعني انا سوقت زي ما انت قلتي، سوقت كتير في مصر وسوقت على طرق كتير وعرة يعني، مش سهله برضو، بس كلها فلات. يعني انا عمري ما طلعت جبال او كده. وكمان انا مش متمرنه على السواقه اوف رود،
فانا ما عنديش فكره ان انا اظبط العزم بتاع ابقى حاسبه العزم بتاع البايك متناسب مع الارتفاع اللي انا طالعاه او الانحناء بالزبط. الحاجات دي كلها ما عنديش اصلا الحسابات دي في دماغي. فطبعا كان تشالنج كبير ان انا اتعود على الحاجات دي، بس انا كنت المشكله ان انا كنت بتفاجئ ومفيش حل تاني لازم اكمل. يعني مثلا في بلد من البلاد انا كنت قاعده فيها هي كلها مزارع قهوه، منطقه اسمها كورج، وهي عباره عن مزارع قهوه كتير، وكمان على إليفيشن عالي، هي فوق سطح البحر بمسافه، يعني هي كلها المدينه كلها على تل كبير. اوكي. فانا لاحظت في اليوم اللي انا كنت قاعده فيه من غير سواقه، يعني وصلت المدينه نفسها بعد الظهر مثلا، تاني يوم اكتشفت ان في نسبه شبوره عاليه جدا. يعني طبعا انتي على ارتفاع عالي ومزارع في كل حته، فخلاص خلصت القصه يعني. فده اثر عليا انه مثلا اضطريت ان انا لما اجي اتحرك للمدينه اللي بعدها، لاني هطلع فوق الجبل ده كله وانزله من الناحيه التانية، كان لازم ان انا اتحرك متاخر ولازم اتشيك الشبوره وضعها عامل ازاي. ففي حاجات انت تكتشفيها على الطريق، يعني مش بيبقى معمول حسابها قوي. ورغم ان في ناس لو هم دقيقين قوي في التخطيط بتاعهم هيبقى بيعرف بالظبط الاليفيشن، مش بس حاله الطرق يعني. بس هو برضو مش سهل الواحد فعلا يخطط في بلد تانية خالص بوسيله مواصلات ما يعرفهاش، بجغرافيا يعني صعب جدا انك تكوني حاسبه حسابات كل حاجه. يعني من الحاجات مثلا اللي اتصدمت فيها واثرت عليا كتير على خطه الرحله، ان انا في مدينه كنت رايحاها المسافه على جوجل مابس حوالي 250 كيلو. الرحله دي خدت مني 6 ساعات. 250 كيلو يعني رايح من القاهره لاسكندريه، اللي هي بتاخد منك ساعتين ونص بالكتير. انا واخداها في 6 ساعات، وانا مش عارفه ليه. يعني وانا في المدينه اللي انا هتحرك منها ببص على جوجل مابس، الجي بي اس قاري لي 6 ساعات، وانت مش فاهمه ليه. فانا مش عارفه يعني ليه 6 ساعات. مش شايفه حاجه في الطريق تستاهل ال6 ساعات. لا ايه بقى، اتاري الطريق كله تحويلات، كان بيحصل عليه اصلاحات. فتحويلات كتير، عربيات نقل كتيره جدا. في جزء منه فوق جبل. اوكي. فسرعتك الاقصى سرعه كانت 40 مثلا. ايوه. ودي من الحاجات، مثلا انا السرعه هناك بين المدن 80 بين المدن. انا سمعت فعلا حد مره فانا بالنسبه لي لو انتوا بتهرجوا يا جماعه. أيوة. اول ما رحت اللي هو انتوا بتهرجوا يعني ايه 80؟ ايوه سمعت الكلام ده فعلا. بعدين اكتشفت ان الطرق ما بين المدن هناك زي صلاح سالم عندنا اصلا. يعني مش طرق اللي احنا على مفهومنا احنا عن الهاي ويز. قريبين المدن من بعض. مدن الى حد كبير. اوكي. الى حد كبير المدن، بس يعني يمكن المدن الكبيره هي اللي بعيده عن بعض. اوكي. بس انتي طول الطريق بتبقي ماشيه وسط مدن او قرى او كده، يعني هي زي طرق زراعيه اكتر. عشان كده برضو بتاخد وقت شويه. بالظبط. زي عندنا في تقاطعات كتير كمان. بعدين هم عندهم حاجات غريبه جدا. يعني الترافيك بالنسبه لهم مش عربيات بس ومش سكوترز بس، في حيوانات عايشه معايا بتعدي كمان. يعني انا في طور القرن بتاعه كان على بعد 3 سنتي من الخوذه وانا معديه جنبه. يعني هو كان بيعدي الطريق، هو بيعدي بالعرض وانا معديه بالطول. الله. هو ما شفتوش غير في اخر لحظه. صعب. وقرود بتعدي في ابقار وجواميس يعني الحاجات دي بتبقى ماشيه على الطريق معايا. افيال. انا بس دي ما قابلتهاش في الرحله دي للامانه يعني. شفتها في محميه، كان ماشي جوه الزراعيات كده. انا على الطريق الاسفلت وهو جنبي كده من جوه. بس شفتها في دلهي نفسها، اللي هي رحله من 12 سنه. كنت قاعده في تاكسي وفجاه لقيت في ظل كده مقرب على البتاع، فانا قلت يمكن اتوبيس، عربيه نقل بتاع. بعدين بضرب بعيني كده لقيت فيه زلومه. يا لهوي، دي الهند والعجايب فعلا. على رأي ابو بكر عزت. والقرود هناك عادي بتعدي الهاي واي قدامك عادي. جوها مختلف الهند. يعني كوكب لوحده كده. بس هم يعني منظمين قوي. يعني دي حاجه ما كنتش اتوقعها، انه السواقه في الهند سهله. طب حلو والله. يعني حاجه مش احنا شخصيا مش متوقعينها دلوقتي. بالظبط. عندهم التزام كبير في الطريق، ما حدش بيكسر على حد. عندهم مشكله في التقاطعات هناك انتحاريه. لكن
غير كده هم كل واحد بيمشي بيلتزم بالحاره بتاعته، بيلتزموا باشارات المرور لو في اشاره مرور. لو هو جت هي مشكله ان اشارات المرور تقريبا بتبقى متطبقه في المدن الكبيره بس، المدن الصغيره بقى ما فيش الكلام ده. يعني انت بتسمي ربنا في بتسمي الله في قلبك وتعدي واللي يحصل بقى. البقاء للاقوى. تقابل فيل انت حر بقى. البقاء للاقوى هناك. حاجات صعبه قوي. طب كلميني على الاكل. انا الهند دي يعني موضوع الاكل في الهند very controversial يا اختي، بيتقال عنه كلام وحواديت. انت بقى في الجنوب ايه النظام؟ بصي انا بحب الاكل الهندي هنا، يعني انا في مصر باكل المتمصر. اكل هندي كتير. المتمصر وهو شبيه كتير باستثناء تفصيله صغيره. الحراق حراق بجد بقى. هم هناك ما عندهمش كونسبت انه يعني هم اي اكل هناك لازم يبقى سبايسي. حتى لو بيبي فود، يعني اروح اطلب اقول له بيبي فود، بيجي بيبي فود برضو سبايسي. ايوه انا بصي ازاي ما اعرفش مدركه انت بتقولي ده، عشان انا لما كنت في سريلانكا رحت ماكدونالدز اطلب لابني وجبه اطفال هابي ميل، والله العظيم ناجتس. لا ده هناك بقى فيها هابي ميل بالرز عشان احنا في سريلانكا فاهمه. رز وفراخ ناجتس، والله العظيم حراقه. بيهزروا، اقول له ده اكل بيبي، يقول لي وبعدين هو مش حراق، كمان حراق بنوع مختلف. يعني طبيعه الحراق نفسه غريبه، يعني انت بتاكلي وبعدين بعد ما بتحطيه في بقك في افتر افكت. الحراق بيجي بقى فيها ويزعق. تحسي ان انت خدتي على عينك كده. انا مش فاهمه، مش زي الحراق اللي عندنا اللي هو اول ما تحطيه على لسانك تتلسعي. لا مش ده. ياما مش قادره اقول لك بقى، ياما وقعت في المطب ده. حدش ولا حرج. يعني ابقى باكل حاجه مثلا ويا دي طعمها حلو قوي بقى، هوب تتلسع بعد ما تاكل، يعني بعد ما تاخد القطمه انهار بقى، دموع بقى انهار. انا والله بجد انا اتصفيت هناك ميه من العياط. يا لهوي. طب الاكل كله كده؟ الاكل كله بلا استثناء. انا ماكدونالدز كنت اي مكان بنزل فيه اول حاجه بحطها على GPS فين ماكدونالدز، انا عايزه اكل. ما انا كنت بتدور جوعا بقى. ايوه. وما بصدق ان انا الاقي سوبر ماركت بخش اجيب عيش وبيبسي. يا عيني، دي الحاجتين الوحيدين اللي تضمنوا ان هي مش سبايسي. يعني انك تجيب عيش، لا والعيش برضو مش مضمون قوي، يعني خلي بالكم برضو لان هم عندهم انواع كتير جدا من العيش، وفي منها عيش بيبقى محشي حاجات، محشي بطاطس، محشي النان بتاعهم. فمش كل العيش، بس هم يعني لو رحت مثلا سوبر ماركت جبت توست او اي عيش مغلف عاده ده ما بيبقى سبايسي، وبيبسي دول الحاجتين الوحيدين. ما عدا ذلك شك في صابع ايديك. 12 يوم تخدير. والله. وماكدونالدز ما فيش على المنيو كلها غير ساندويتش واحد اللي مش سبايسي. ومش سبايسي بجد ولا زي وجبه لولي؟ لا مش سبايسي، اللي هو التشيكن بانيه. حزن ده. ماك تشيكن. الماك تشيكن ده هو الوحيد وهم طبعا هناك هو يعني اتس بيتي انه الموضوع ناس كتير مش هتحبه، لان هم اولا هم عندهم المنيوز كلها لازم بيبقى عندها جزء فيجيتيريان. فده بالنسبه للناس اللي بتبقى عندها مشاكل في الاكل اللحوم، يعني ان هي تبقى حلال، بيبقى بالنسبه له ده جنه. يعني كل اي مكان تروحه لازم يبقى فيه اكل نباتي. حلو. بس المشكله بقى انه حراق فانت اختار هتلبس في اي اتجاه. بس هم كمان ما عندهمش لحوم. عندهمش لحمه يعني طبعا لاسباب معروفه. بس عندهم فراخ طبعا، وعندهم سمك، والسمك برضو اوبشن لطيف بس برضو حرق. مفيش حاجه مش هتنفع. بس في اماكن رحتها ما كانش فيها الاكل كان حلو فيها. مثلا رحت بيت ليلتين على شاطئ في جوه منطقه او زي مقاطعه يعني في الجنوب، هي مشهوره بالشاطئ بتاعتها. ايوه مشهوره جدا طبعا، مصيف هي. وهي جنه الشاطئ هناك جنه، يعني اولا نظيفه جدا. بحر يعني مش قادره اقول لكم طبعا ان هو حلو، لان كومبيرد للبحر عندنا في سواء البحر الاحمر او البحر المتوسط لا مش احسن حاجه. بس الشاطئ حلوه جدا، عليها خدمات حلوه جدا، رخيصه. يعني بتروح تقعدي في زي لودج، زي اوضه خشب كده، لطيفه ونظيفه وكل حاجه، وبتدفعي مثلا $16 حاجه كده. هناك بتبقى عاده الشاطئ ملاصق ليه غابه، اشجار كوكوناتس بقى وبتاع، فعندك جو هواي كده. فكان جميل قوي هناك. الاكل عشان معظم الناس هناك اجانب، فالاكل هناك مش سبايسي، انترناشونال بقى طبيعي. يعني بيحاولوا ان هم يظبطوا الاداء. حزن موضوع الاكل ده.
فيعني تقريبا دي الحاجه الوحيده اللي بالنسبه لي اللي كانت صعبه في التجربه. يعني سيبك بقى من الوقوع ومن الموتوسيكل ومن كل حاجه، انا فعلا اصعب حاجه في التجربه كانت ان انا اقضي ال 12 يوم تقريبا تقريبا ما باكلش او ما بستمتعش باكل. ايوه طبعا دي حاجه صعبه جدا. طب انت اللحظه اللي قررتي فيها انا ايه اللي عملته في نفسي ده، يعني غير طبعا لحظه الموتوسيكل اللي سمعناها، كنت عايزه اروح محميه نمور اسمها بانديبور، وناس رشحتها لي يعني، فقلت اروح استكشف الدنيا. الراجل صاحب الموتوسيكل قال لي ان في مزرعه هناك ممكن اروح ابات فيها، يعني هما بيستضيفوا ناس فيها مكان اقامه، مشروع للتنميه مستدامه. يعني فهو مكان مظبطينه بيستضيفوا فيه ناس بهدف ان هم يروجوا لفكره التنميه المستدامه، وان هم يعلموا الفلاحين هناك ازاي يزرعوا حاجات اورجانيك، وازاي ان هم ما يبقاش فيه ويست والحاجات دي كلها، وريسايكلينج ومش عارفه ايه. المهم يعني فمكان نظيف. لما وصلت المزرعه وخلاص دخلت الاوضه، الست اللي هناك مينا دي اللي بتنظف المكان ورتني اوضتي، وما كانش فيه غيري يعني بالصدفه، يعني وما كانش عندهم ضيوف تانيين، انا الوحيده، وفاتحين لي البيت مخصوص. هو بيت عامل زي شاليه كده صغير، ليه زي ليفينج روم ومطبخ واوضه نوم. حلو. دخلت اوضه النوم حلو جدا ومبسوطه بقى، بتنطط يعني من السعاده ان انا في مكان لطيف هبات فيه. دخلت الحمام لقيته جميل ومعمول بالحجاره وستايل بقى بيئي ومش عارفه ايه ايه الحلاوه دي. الله، اخد شاور. ربنا جبرني. ربنا جبرني خلاص انا هاخد شاور. ايوه دخلت اخد شاور، بضرب بعيني لقيت في ازاز شباك فوق التواليت على مستوى نظري، وبعدين ببص بره لقيته على المزرعه اصلا. اوكي. فاللي هو اي حد معدي هو قاعد معاكي جوه. الله. بعدين مفيش سيجنال موبايل خالص. اوكي. يعني وده من بره، يعني انا اساسا اللي وقفني قصاد المزرعه ان انا الجي بي اس كان متسجل اوف لاين. يعني مفيش كونكشن اصلا، مش عارفه اسال حد. فاللحظه دي انا اتهتمي فجاه ان انا موجوده في مزرعه محدش يعرف عنها اي حاجه، مفيش غير الراجل صاحب الموتوسيكل اللي انا لسه مقابلاه من 3 ايام بس، هو اللي عارف المكان ده فين. ولوحدي وهبات لوحدي في المكان ده، المزرعه ما فيهاش حد خالص. الله. وانا على فوق جبل مفيش سيجنال موبايل لمسافه مش اقل من 30 كيلو. يا نهار ابيض. بس فانا ساعتها بقى دي كانت لحظه الحقيقه زي ما بيقولوا، هو انتي بتحببي ايه؟ حقيقي بتحببي ايه؟ السؤال ده عندي دلوقتي. طب وبعدين؟ ما فيش، قضيت الليله نمت خلاص. اعمل ايه؟ في مواقف، بصي في مواقف بتتحطي فيها انتي هاف نو اوبشن، ده اول حاجه. وتاني حاجه بتعتمدي بقى على ان انتي زي ايمان داخلي كده هتعدي ان انتي ما عملتيش حاجه وحشه تستاهل ان انتي يبقى في سيريال كيلر يدخل يقضي عليكي بالليل، اللي هو نظام عارفه الارنب اللي فاكر ما فيش اسد هياكل عشان هو نباتي. نفس الفكره بالظبط. نفس الفكره. كمل نفس الفكره العبيطه. يعني دي لازم يتقال عليها نفس الفكره العبيطه. حزن والله. لا انا في حد كان سالني من فتره قريبه قوي ايه اللي اتعلمتيه من السفر، فكان اول حاجه جت في دماغي almost instantly، ما احتاجتش ان انا افكر، هي ان الخير فطري في البشر. ده حقيقي فعلا. يعني من اكتر حاجات اللي اكتشفتها مع السفر فعلا ان انا اي مكان كنت بروحه كنت بلاقي دايما اللي يساعدني، حتى لو انا ما طلبتش المساعده. ودايما كان لو انا رسمه خطه والخطه دي باظت كنت بلاقي اللي بيصلحها باحسن منها. فانا عندي ايمان عميق بكده ان انا ربنا دايما هو اللي بيرسم لي خطه السفريه، مش انا. مهما حضرت ومهما عملت السفريه بتمشي حسب ما ربنا رايد لها تروح. فبقابل ناس ما كنتش عامله حسابي ان انا اقابلهم، بنزل في اماكن ما كنتش عمري احلم ان انا انزل فيها. يعني المزرعه دي ما كانتش على خطتي خالص. أيوة. خالص بالصدفه. وكانت من امتع الليالي اللي قضيتها في الرحله بغض النظر عن كل المقاس. والناموس، وكان في بورس قاعد مونسني، في حاجات بسيطه تاتشات كده. بس ما تقدرنيش خالص. يعني انا ما بقدرش نفسي.
لا وفعلا ربنا ستار حليم ستار. ربنا بيستر على الولايه اللي زيي. بصي اهم حاجه ان انت رجعت لنا بالسلامه وكتبت لنا الكتاب الحلو ده. الحمد لله. انا بكلمكم يا جماعه اهو سليمه حته واحده. واي سرفايفد الحمد لله. طب انت يعني دلوقتي لما بتفكري بعد ما خلصتي وقعدتي تكتبي كمان، الكتابه كمان يعني فاهمه بتطلع الحقيقه اللي جواكي وبتفكرك بكل تفصيله، حاسه بايه فعلا تجاه الرحله دي؟ ان انا كنت محظوظه جدا، محظوظه بكل حاجه، بكل التفاصيل بتاعتها. من اول ما عمرو بدوي اداني المج اياه، وهو هي سبونسرد الرحله باي ذا واي للشركه بتاعته، لصالح الشركه بتاعته يعني. الحاجه التانية اللي انا محظوظه فيها ان انا فعلا حاجات كتير could have gone wrong اللوت، يعني حاجات كتير جدا يعني غير اللي حصلت. يعني اول موتوسيكل، لا يعني ابسط حاجه اي حد بيركب موتوسيكلات عارف انه نسبه الريسك فيه، اولا نسبه الريسك عاليه في الحوادث طبعا، تاني حاجه نسبه الريسك في العطل عاليه جدا. انا طبعا. الحمد لله ما حصليش لا دي ولا دي يعني الحمد لله. يعني تاتش وود انه ان الموضوع يعني يعني انا كنت محظوظه الى اقصى درجه في الرحله دي لاسباب كتير قوي، لاسباب غير معروفه. ما بنسالش حاجه غير ده رصيد من حاجات تانية نفعت. طب وعندك اي خطه تقومي تعملي حاجه شبه كده تاني ولا؟ لا والله بفكر جديا في الرحله بتاعت فيتنام دي. يعني من الحاجات اللي مقلقاني فيها مثلا اللغه، يعني الهند الى حد كبير برضو سهل التعامل فيها لانه معظم الناس بتتكلم انجليزي. ايوه طبعا. فيتنام معرفش الوضع عامل ازاي هناك، معرفش مدى سهولة برضو التضاريس بتاعت المكان، مدى سهولة ان انا اسوق كبنت هناك معرفهاش، بس اعتقد انه برضو في فيتنام متعودين على الستات بتسوق وكده. ففي شوية حاجات انا ما قريتش عنها، بس او يعني لسه ما بحثتش فيها قوي لسه بس ما هي التارجت هي بقت لسه حلم. من الحاجات اللي نفسي اعملها قوي برضو ان انا اسوق سكوتر من شمال ايطاليا لجنوب ايطاليا. الله. دي قريت عنها بقى، دي قريت عنها كتاب فعلا، في واحد صور وكل حاجه. في واحد عملها فعلا، واحد امريكاني راح اجر فيسبا بقى قديمه فينتج. الله. فيسبا بقى على اصولها من ايوه قديمه خالص دي. وخدها برضو من الشمال للجنوب، فطبعا وهم يعني ايطاليا اصلا بالنسبه لي حاجه في القلب كده. أيوة يعني في الحته الشمال دون عن بلاد العالم كلها. يعني انت تقوليها الفكره تحسي ان في جليتر وقع في الجو. الفكره نفسها فيها جليتر. ايوه بالظبط، تحسي ان في لاشاتي مي كانتاري ابتدت تتغنى ورا. لا الفكره لذيذه، انا مبسوطه منها، استمري. والله يعني يا شيرين، يعني هي الفكره انسبايرنج اصلا. الفكره نفسها فكره ان واحده تطلع لوحدها تروح حته ما تعرفهاش في بلد ما تعرفهاش وتجرب تركب موتوسيكل لوحدها خالص. اصلا احنا لما بنتكلم على السولو ترافلينج عموما ان واحد يسافر لوحده الناس تبقى مخضوضه. فانا عايزه اقول ان الحلقه دي مش لاصحاب الضعيفه، لان هي يعني ايه خدت تو انذر ليفل. عارفه اللي بتيجي في كل الستوريز تو انذر ليفل دي. والله العظيم لما بقعد احكي على الحاجات دي لو انا عملت الكلام ده ازاي. الشجاعه في القلب. لا هي الحقيقه غير شويه مغامرات وذكريات. ده حقيقي. خلاص يو ديد يعني انت جبتي شويه ذكريات حلوه قوي، هتقدري تقعدي تحكي فيها يعني كتير قوي، ولاحفادك ولاولادك والولاد الجيران وكله. ده حقيقي والله. انا فعلا لما كتبت الكتاب، انا لما قابلتك حتى دلوقتي قلت لك الكتاب ده بالذات عزيز عليا قوي، لانه انا كنت كباب باشن. يعني انا الرحله دي حسيت بكل حاجه فيها، يعني مش غير حتى الاربع كتب اللي قبل كده. لا ده الكتاب ده مختلف. الكتاب ده في حاجات حتت مني. يعني عملت كونكشن رهيب مع البايك. انا فعلا كنت متضايقه جدا ان انا سبت البايك. ده انت سبتيها ومشيتي. يعني انا البايك فعلا، وانا سميته رحله الشيخ كابور مش بس يعني انا عاده كنت بسمي البايكس بتاعتي، بس بسميها حتى يمكن ساعات بعديها بفتره يعني لما بعمل كونكشن معاه. لكن ان انا بايك غريب عني وانا واخداه ايجار بس لمده 10 ايام ولا حاجه، وان انا اعمل الكونكشن ده، لا انا فعلا البايك ده حبيته جدا. انا شخصيا حبيته. من القصص والله ده جميل قوي. بس فهو زي ما انت بتقولي كده، لما باجي افكر في الموضوع خدت ريسك عملت كذا، بس انا دلوقتي انا مبسوطه جدا جدا جدا، وزي ما بتقولي بحكي. يعني انا مبسوطه ان انا قاعده بحكي على الكلام ده معاكي، ومبسوطه ان انا كتبت كتاب الناس تقدر تقرا عن الرحله دي، بتحمس ناس تانية يمكن ان هم يعملوا حاجات تانية، مش شرط ان هم يطلعوا موتوسيكل ويسافروا سولو والكلام ده، بس ممكن تحمسهم لافكار تانية
من حوالي اسبوعين 3 واحده بعتت لي على انستجرام ما اعرفهاش خالص وقالت لي انها قرت الكتاب بتاعي هوستل ده قبل الشاه كابور بكتابين. ايوه فانا اساسا ناسياه يعني ده من 2016. تقولي انها قرت كتاب وهي بتشتغل إلستريتور بتصمم جرافيكس كرتون يعني افلام قصيره كرتون وبتاع. بتقولي ان هي بتقدم على منحه في سويسرا وان هي استوحت الفكره بتاعت الفيلم اللي عايزه تقدم بيه على المنحه من قلعه انا وصفتها في الكتاب ده. الله. كان في قلعه في مونترو هناك في سويسرا اسمها قلعه شيو وعشان انا وصفه الجو بتاعها هي عاشت دماغ الإلستريتور بقى ان هي ترسم بقى كل جزء في القلعه ده وطلعت منه فكره القصه يعني. الله. بس فقد ايه اتبسطت قوي ان حد بعد كام من 2016 بتتكلمي في دلوقتي في 6 سنين بعد 6 سنين في حد بيقول لي انه قد ايه متاثر وده هيأثر على شغله يعني. لا بجد يعني انا شايفه ان اهم حاجه في الدنيا الواحد يصنع ذكريات بس كده بس كده مش لازم يفيد الناس حتى اصنع ذكريات وسيبها بقى تعيش مع الناس ما تعيش مش مشكله. انا بحس دايما ان لو انا كشخص عشت كويس وعملت لنفسي حياه حلوه وعملت لنفسي ذكريات حلوه وعشت تجارب حلوه فانا كفايه قوي اني اشتغل على ده عشان اقدر انسباير اذرز. يعني انت مش محتاجه تشتغلي على الانسبيريشن انت محتاجه تشتغلي على نفسك. بعد كده بتبقي without saying كده فجاه بتحسي ان انت ليكي تاثير على اللي حواليكي. وجودك اصلا بشيء من السعاده او بشيء من الساتسفاكشن من الراحه والامتنان للحياه اللي بتعيشيها ده لوحده كفايه انه يلهم ناس كتير باشكال كتير ما تجيش على بالك اصلا. يعني انت دخلتي في حته بقى فلسفيه عميقه. انا عميقه اصلا بطبعي باين طبعا. دخلتي في حته عميقه جدا يعني على اصلا مفهوم السعاده والسعاده دي بتمثل ايه للانسان. سعادتك ان انت تحقق نفسك او ان انت تعمل حاجه اللي بتبسطك ولا ان انت تفيد الاخرين ولا يعني ليها اوجه كتير قوي. بس طبعا. زي ما انت بتقولي فعلا هي it starts with you يعني يعني انت الاول هتظبط هيظبط اللي حواليك بالظبط. لايف الشورت يا جماعه عيشوها بقى عيشوها فعلا بجد. والله انا استمتعت جدا 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 بالقصه وعايزه استمتع بالقرايه لان انا بحب القرايه كمان قوي. اتمنى يعني اتمنى اعرف رايك لان انت جزء كمان من القصه اكيد هتعرفي رايي. وانا والناس اللي بتسمع ترافل كودز حظنا حلو ان احنا سمعنا اجزاء من الكتاب من صاحبه الكتاب بصوت صاحبه الكتاب وبعدين نقراه. فده يعني ده من حظنا يعني. ده انا والله مبسوطه جدا ان انا للمره الثانيه قعدت اوازي قاعده في الترافل كودز جوه الترافل كودز نفسه. واتمنى ان شاء الله نكررها قريبا ان شاء الله. ثانك يو يا شيرين. وطبعا مش هسألك السؤال المعتاد لان احنا عارفين اجابته ان لو اي حد عايز يعمل حاجه زي دي وحب يسألك اكيد هيعرف يوصلك وتساعديه. يوصلك ازاي؟ عندي على صفحه الفيسبوك شيرين عادل بالعربي. وعندي تيك توك دلوقتي بقى عندي اكاونت على التيك توك شيرين عادل 2020. حلو قوي. وعلى الانستجرام صح؟ هو على شيرين عادل .travels. حلو قوي. يبقى دي الثلاث اماكن اللي ممكن نوصل فيها لشيرين ونسال. وطبعا لو حد حابب يبعت لي ترافل كود واوصلكم بشيرين طبعا ده موجود. وهنحتاج منك شويه صور نبقى نحطها للناس عشان يعيشوا معانا اللحظه مع الشاه كابور. عينيا. ثانك يو يا شيرين. ثانك يو يا مروه. لو وصلت للحته دي من البودكاست يبقى الموضوع عجبك. علشان تسمع بقيه الحلقات اللي بتنزل كل اسبوع تعمل سبسكرايب على البودكاست وتعمل لايك للفيسبوك بيج بتاعتنا Travel Codes Podcast.